بيبدأ المسلسل مع جورجينا رودريجيز واللي عندها 27 سنة واتغيرت حياتها كليا من 5 سنين أول ما اتعرفت على لاعب الكرة المشهور كريستيانو رونالدو، وساعتها بدأت كل الصحف في نشر أخبار بخصوص علاقة كريستيانو الجديدة بشابة اسمها جورجينا، وبدأ ظهورها في المهرجانات العالمية مع حبيبها، وبدل ما كانت بتبيع أغلى لبس في العالم بقت بتملكه. وبتبقى جورجينا قصة حياتها صعبة وتحولت من شخصية لا تملك أي شيء في الحياة لشخصية تملك كل شيء في الحياة. وبتحكي جورجينا عن أول مرة شافت فيها كريستيانو، وكان يوم خميس في محل جوتشي اللي كانت شغالة فيه لحظة ما كانت مروحة بعد ما خلصت شغلها، وساعتها شافها كريستيانو وسألها لو كانت هتحضر حدث معين تم إقامته في نفس المدينة وتقابلوا فيه ساعتها وتعرفوا على بعض، وكانت مضطرة إنها تمشي وتسيبه بسبب حضور حفل عشاء تبع شغلها. وفضلوا شهرين على تواصل بسيط بينهم لحد ما والدها توفى، لأنها كانت محتاجة وقت تبعد فيه عشان تعدي المأساة اللي كانت فيها، لحد ما قابلها مرة تانية وعرض عليها مرافقته بشكل رسمي على العشاء، وساعتها هي وافقت بعد طول انتظار، وخرجوا سوا على العشاء وقضوا وقت جميل. وكانت شعلة الحب بدأت إنها تظهر بينهم، وكان عنده تاني يوم تدريب ووصلها البيت بعد ما خلصوا مقابلتهم. وفي يوم كان عنده مهمة وكانت مستنية المباراة عشان تتفرج عليه، ومنعت نفسها انها تكلمه بعد الماتش، لكنه هو اللي كلمها عشان يتعشوا سوا، وجالها بعد ما خلص الماتش فورا. وكان دايما صحابها في الشغل منبهرين لانها كانت بتيجي في اتوبيس وبتمشي في عربية غالية جدا، وكل مرة بتكون مختلفة عن اللي قبلها مع افضل لاعبين العالم. انما الوضع كان طبيعي لكريستيانو لانه كان بيحب يقابلها بعد شغلها لانها حبيبته، واكيد ما كانش هيجي ياخدها في تاكسي، وكان بيختار عربية من عربياته عشان يخرجوا بيها. واكتر حاجة جورجينا بتحبها هي السفر بطيارة كريستيانو الخاصة، وكل سفرياتها بتحب تاخد حد من اصحابها معاها عشان يستمتعوا بالرحلة زي ما هي بتستمتع، وبتسافر كتير عشان تشوف الازياء المناسبة ليها لحضور المهرجانات العالمية زي مهرجان كان، وبتاخد معاها صاحبتها إيلينا عشان تساعدها في الاختيار وكمان عشان تصورها لانها مش بتحب تعين مصورين مخصوصين ليها، ده غير ان كل صورها بدون اي تأثيرات وكل الصور طبيعية بدون لعب فيها. ومن ضمن اللي بيهتموا بشكلها وطريقتها هو رامون وكيل اعمالها اللي تواصلت معاه بمجرد ما بدأت معاهدة مع كريستيانو واستقرت عليه من وسط وكلاء كتير، وما زال مستمر معاه لحد دلوقتي. وبتحكي جورجينا عن اول مره سافرت فيها لباريس كانت مع كريستيانو، اما حاول انه يغير شكله عشان يخرج براحته معاها ويلبس باروكه وشال على رقبته ووشه عشان محدش يعرفه، لكن برضه في ناس قدرت تتعرف عليه بسهوله بسبب شهرته، وحاول انه يستخبى منهم ومع حبيبته. ودي كانت من احسن اللحظات اللي عاشها مع جورجينا. ومع ذلك مصورين النجوم برضه ما سابوهوش وقدروا انهم يصوروه هو مع جورجينا في رحلته. وبتروح جورجينا كتير لباريس عشان تشتري اللبس اللي هتلبسه في مهرجان كان، وبتروح لاشهر مصمم في باريس وبتنبهر بحجم المكان والتصاميم الجميله حواليها، وبقت دايما حاسه انها عايشه جوه حلم جميل ما تخيلتوش قبل كده في حياتها. وبعد كل رحله بتعملها بتكون مستنيه انها ترجع بيتها عشان تقابل اولاده وتطمن عليهم، وبيبقى بيت كريستيانو موجود في مدريد في اسبانيا. وبتقول جورجينا عليه انها في الاول كان بتتوه فيه بسبب حجمه الكبير جدا لانها متعوده تعيش في شقه بسيطه صغيره، وبعد 6 شهور قدرت انها تحفظه اخيرا. انما دلوقتي بعد ما بقت فكانت لازم تغير البيت كله عشان يتناسب معاه ومع اولادها، وبدات انها تشوف ايه اللي هيتغير او يتباع او يتنقل من بيت كريستيانو لبيت العيله، وبتبدا انها تختار كل الاساس اللي هيتنقل او الديكور الجديد اللي هيتعمل في بيت العيله الجديد. وبيبقى بيت العيله موجود في ايطاليا وهو البيت اللي جمع جورجينا وكريستيانو واولادهم فيه، وبيبقى اول ابن ليهم هو كريس زي اسم والده وملقب بجونيور وبيلعب في فريق يوفنتوس، والده هو المثل الاعلى ليه وفخور جدا بيه، ودايما بيحاول يقلد حركات والده في تدريباته او ماتشاته. وبتبقى جورجينا متفق مع ابنها انه كل لما يجي جون في ماتش من ماتشاته لازم يعمل بايده حرف الجي كانه بيوهب الجون بتاعه لوالدته. وبتتمنى جورجينا ان ابنها يكون احسن لاعب في العالم زي والده، ولان كريستيانو قليل ما بيكون جنبه في ماتشاته او تدريباته بيطمن عليه من خلال جورجينا، ودايما بيشجعه على التدريب واللعب، ده غير انه بيحاول ما يحسسوش باي ضغط من ناحيته. واهم حاجه انه يكون مبسوط باللي بيعمله هو واخواته ماتيو وايلانا وايفا، وبيأكد ان تربيه الاطفال رائعه لما يكون في ام زي جورجينا بتهتم بيهم دايما. وعلى حسب كلام صحاب جورجينا انها بتحب تشاركهم لحظاتها الجميله، لدرجه انها في يوم بعتت لهم رساله انهم يتجمعوا كلهم على يخت كريستيانو عشان يقوموا برحله بيه، وفعلا كلهم اتقابلوا على اليخت الخاص بكريستيانو، مع العلم انهم ما كانوش مخططين اي حاجه للرحله، لكنهم بيحبوا افكار وخطط جورجينا المجنونه اللي بتظهر فجاه. وبيكون اليخت مجهز بالكامل من كل حاجه، لدرجه ان جورجينا بتعتبره بيتها التاني لانها مش بتحتاج حاجه فيه ومش بتلاقيها في كل لبسها وحاجتها هي واولادها كلهم. وبيكون معاهم على اليخت ايفي اخت جورجينا واللي بتبلغهم بخبر مفاجئ وهي انها حامل، والكل بيفرح لها. وبتكون جورجينا عارفه الخبر ده من قبل كده وحابه تشوف رد فعلهم على الخبر، وبتكون ايفي مش عارفه ايه نوع المولود فبتطلب منها جورجينا انها تشوف ايه ده، وبتخمن جورجينا ان المولود هيبقى بنت. وبعدها بيشغلوا اغاني وكلهم بيفرحوا وبيرقصوا حتى الاطفال، وبيكون اقرب صديق لجورجينا هو ايفن زميلها في الشغل من لحظه ما جت مدريد، وهو الاقرب ليها كصديق واللي بيبقى دايما واقف جنبها وبيساعدها. واليوم اللي عرفت فيه انه هيسيب الشغل ويتنقل لشغل تاني عيطت لانها كانت معتمده عليه جدا، لكن حتى بعد ما اتنقل من الشغل فضلوا اصدقاء جدا ودايما سوا. ودايما صحابها بيتساءلوا هل جورجينا اتغيرت بعد ما بقت شخصيه مشهوره وحبيبه
بالنسبة لكريستيانو وبتبقى إجابتهم واحدة، وهي إنها عمرها ما اتغيرت ولا بقت أنانية، بالعكس لأنها بقت طيبة أكتر وبتشاركهم في كل حاجة وبتحاول إنها تساعدهم وتفرحهم دايما. وأكتر حاجة بتحافظ عليها هي عيلتها سواء أولادها أو حبيبها أو صحابها، وأكتر حاجة بتضايقها كانت الإشاعات اللي بتطلع عليها ومش بتقدر ترد عليها كلها، وكان نفسها تكدبها بأي طريقة لحد ما بقت بتتغاضى عنها وتهملها عشان تختفي بسرعة زي ما ظهرت بسرعة، لأن أسهل حاجة هي إطلاق إشاعة ملهاش أي حقيقة من الأساس. وبقى أصحاب جورجينا متوقعين أي حاجة تحصل، وأي حد يعزم جورجينا على حفلة خاصة بيه زي ما مرة وهم على يخت قالت لهم إنها تفطر معاهم ولازم تروح سباق لفراري عشان ملك فراري عزمها بنفسه عشان تحضر السباق. وبتيجي إيفا عشان تدي جورجينا هدية ليها، وبتكون سلسلة معينة جورجينا بقالها سنة ونص بتدور عليها ومش لاقيها، وبتكون مبسوطة بيها جدا. وبعدها بتتجهز هي وجونيور ابنها عشان يروح سباق فراري، وبياخدوا جولة خاصة في مضمار السباق نفسه وبيشوفوا العربيات الخاصة بالسباق، وبعدها بيرجعوا من تاني على اليخت عشان يتابعوا السباق نفسه من عليه وكل اصحابها، وبيرجعوا كلهم من تاني لإيطاليا بعد ما بيكونوا قضوا وقت جميل على اليخت. وبتكون جورجينا بتحب الازياء والاناقه جدا لدرجه انها بتحب تنظف الشط بتاعها دايما بنفسها، وبيكون حبها للازياء بدا من صغرها، وكانت دايما تشوف ازياء اللي حواليها وبتحب تقيمها. واما كبرت وقدرت انها تتنقل لمدريد اشتغلت في ماسيمو دوتي وبعدها جوتشي اللي اتعرفت فيه على كريستيانو، وما زال عشقها للازياء في زياده. ومشكلتها الوحيده بتبقى ان الشبكه عندها هي كمان وحشه وده على غير المتوقع. وبتتصل جورجينا دايما بصديقتها إلينا عشان تساعدها في اختيار الهدوم بتاعتها لحفلتها، من فستان لشنطه لجزمه، وبتكون حابه كل حاجه عندها ومختارها باتقان جدا لان لبسها بيدل على ثقتها في نفسها، ودايما بتلبس اللي هي شايفاه حلو ومش بتتاثر باي راي بسهوله. عشان كده بتحب تاخد راي إلينا لانهم نفس الذوق في اللبس، وبالرغم من كل اللبس اللي عندها الا انها بتحب تلبس الهدوم الرياضيه بشكل يومي عشان تبقى سهله الحركه بيها، وبتساعدها على انجاز مهامها اليوميه بشكل اكبر، زي انها تروح تجيب ولادها من المدرسه بتاعتهم وبتروح مشوارها بيهم او تفسحهم وتخرجهم. وبتقول انها كانت دايما عندها غريزه الامومه قويه من طفولتها، وكانت بتتمنى تبقى ام عشان تهتم باولادها، ودايما كانت بتحب بيتها مترتب ونضيف حتى من صغرها، وفي كل الاوقات بتفكر في اولادها حتى لو بعيد عنهم، وانها مقدره نعمه رعايتها ليهم ووجود وقت للاهتمام بيهم، عكس بعض الامهات اللي بيكافحوا في حياتهم الاهتمام باولادهم مع شغلهم وانشغالاتهم التانيه زي ما كانت شغاله زمان. وبعد ما بتاخدهم كلهم من مدارسهم بتروح بيهم على اي مكان عشان ياكلوا فيه، وبيبقى وقت صعب اما بيكونوا كلهم متضايقين من اليوم او تعبانين وكل واحد ليه طلب غير التاني، زي اللي بيطلب اكل او حلويات او ينام، وهي بتحاول انها تهتم بيهم كلهم وبيكون ضغط عليها لكنها بتنجح في السيطره عليهم. وما بيوصلوا المطعم بيبقى كل طفل من اطفالها ليه الحريه في اختيار اكله ومش بتبقى شديده معاهم، وبعدها بيرجعوا كلهم على البيت عشان يرتاحوا بعد يوم متعب طويل ليهم. وبتقول جورجينا انها دايما بتبقى جاهزه للانتقال لمكان وبيت جديد حسب انتقال كريستيانو لنادي جديد، وبتكون عامله حسابها كويس ومجهزه نفسها لاي فرصه نقل، ولما بيجي الصيف بتدور على مكان تصيف فيه يكون كويس وكبير عشان معدات التدريب بتاعت كريستيانو، ودايما اولوياتها بتبقى لاولادها انهم يلاقوا جنينه كبيره يلعبوا فيها براحتهم وحمام سباحه، وبتبعد عن الحجز في الفنادق، وبتختار فيلا لتقضيه المصيف فيها هي واولادها وحبيبها. واهم شرط في المكان بيكون وجود خصوصيه ليهم، وبتشارك كريستيانو كل اهتماماته وبطولاته، وبتبقى بطوله اوروبا اللي كريستيانو بيحضر لها من اول الموسم، وده اللي بيخليها قلقانه زيه وبتحاول تشجعه وتساعده باي شكل. واما بطوله اوروبا بتبدا بتحاول جورجينا انها تقف جنب كريستيانو وتساعده على التركيز في تدريبه ولعبه بقدر الامكان، وبتشيل من عليه اي ضغط خاص باطفاله تماما، وبتبقى مضطره انها تسيب اولادها في البيت عشان تسافر تحضر كل الماتشات الخاصه بيه لتشجيعه، وبتاخد معاها جونيور واصحابها في الطياره. وبتتكلم عن كريستيانو انه بيخالف معايير كره القدم المعروفه، لان معروف ان اي لاعب كره قدم بيعتزل اللعب عند سن ال 30 او ال 33 مثلا، بعكس كريستيانو اللي عنده 36 سنه ولسه بكامل لياقته واحترافه، وبيوحي ان عمره لسه 24 او 25 سنه، وان الموضوع مش واقف على الحظ انما على الاهتمام بجسمه ولياقته وتدريباته المتواصله، لانه ماشي على روتين خاص بيه بصحته ولعبه. وبيأكد كريستيانو على كلامها ان كره القدم بتسيطر على حياه اللاعب بشكل كامل، وان الكل بيقول ان اللعيبه بيكسبوا فلوس كتير وبيقدروا يسافروا اي مكان وبيتفسحوا وهكذا، لكن في الحقيقه ان حياتهم بتبقى محدوده جدا في حاجات كتير وممنوعين من حاجات اكتر ومحاصر بقيود كتيره برضه، ولازم اللاعب يبقى ملتزم ببرنامج كامل عشان يحافظ على لياقته بدنيا ونفسيا، ومش مسموح له يتجاوز القيود دي، ده غير التدريب اليومي الاجباري بدنيا ونفسيا. وبتقول جورجينا ان دايما صحابها بيهزروا معاها بخصوص الفرح والزواج، لكنها مش مهتمه بالموضوع ده خالص، لان كل اللي بتتمنى معاها هو الحب والاطفال، وان حب كريستيانو واحترامه ليها كفايه عندها. وراي كريستيانو انه يحصل الزواج في الوقت المناسب ليهم هما الاثنين، زي ما كان في حاجات كتير حصلت في حياتهم في الوقت المناسب برضه، وممكن الجواز يحصل بعد سنه او شهور او يوم، لانه مش محدد وقت معين ليه، وكل المهم انه بيحب جورجينا وواثق ان وقته هيجي في يوم من الايام. وبتبقى جورجينا وصلت للبلد اللي هيقام فيها بطوله اوروبا، بتنزل في فندق هي واصحابها وبتتجهز لاختيار اللبس اللي هتلبسه، وكالعاده بتاخد راي اصحابها في اللبس، وبتتحرك فورا على الملعب ومعاها جونيور ابنها وكل اصحابها عشان
بيشجعوا البرتغال، وبتقول جورجينا إن كريستيانو هو أفضل لاعب في العالم وصعب يكون في ند ليه في كرة القدم، وبيكون ليها صلاحية مختلفة تدخل الملعب حسب الدولة، لكن لو ملهاش دي بتبقى مشكلة لأنها بتبقى ماشية وسط الجمهور ومش بيبقى مضمون الشخص اللي قدامها عايز يتصور معاها ولا مهووس عايز يأذيه وخلاص. وبعد ما البطولة بتنتهي بترجع من تاني جورجينا على بيتها في إيطاليا، وبتكون مخصصة دايما وقت لولادها عشان تلعب وتندمج معاهم، وبتكون جايبة معلمة ليهم في البيت أثناء الأجازة الصيفية عشان تحافظ على نشاطهم ومستواهم. وبيبقى الأقرب ليها من أولادها هو جونيور لأنه دايما بيساعدها وأفضل صديق ليها، وإيفا بنتها الصغيرة، وماتيو أشقى واحد فيهم، وإيلانا أكتر واحدة بتتكلم فيهم وبتحب تحكي عن كل حاجة في الحياة وحبيبة والدها، وبالنسبة لها أولادها حلم وتحقق. وفي الأجازة بتتعلم ركوب الخيل زي ما هي اتعلمت في صغرها، والاهتمام بالطبيعة والبعد عن المباني والعربيات والطيارات. ومع إن ماتيو أشقى واحد فيهم إلا إنه بيخاف يركب على الخيل، وبتحاول مع جورجينا كتير لحد ما بتقدر أخيرا إنها تقنعه بالركوب. وبيكون أطفالها هم محور حياتها، وبتدعي إنهم يفضلوا بخير ومعاها دايما. وبعدها بتروح عشان تقابل صديقة ليها مصممة مجوهرات وبتحب تصميماتها جدا، وتعرفت عليها أما كريستيانو انضم لفريق يوفنتوس وشافت تصميماتها وأعجبت بيها، وجالها دعوة لحضور مهرجان البندقية للأفلام وتواصل معها علامات تجارية كتير ومنها مجوهرات صديقتها، ومن ساعتها هم أصدقاء وبيتقابلوا كتير. وفي مرة قالت لها إنها حلمت بيها بترقص تانجو في إيطاليا وهي لابسة مجوهراتها، ومع إن جورجينا مش بتعرف ترقص تانجو إلا إنها اتعلمت ونفذت حلم صاحبتها وقدمت عرض جميل وحضروا كريستيانو بنفسه عشان يشاركها. وبتعرض صديقتها تصميماتها الجديدة على جورجينا، وبتفتكر أول مجوهرات لبستها في حياتها أما كريستيانو ادالها حلق وعقد ألماس هدية في عيد ميلادها. ورغم إن جورجينا زمان كانت بتتخيل إنها تلبس مجوهرات من المحلات اللي كانت بتعدي عليها قبل وبعد شغلها، لكن جاء أوان إن التخيلات دي تتحقق. وبعد ما بتخلص صديقتها بتروح عشان تشتري الفستان الخاص بمهرجان كان السينمائي، وبتدخل محل مصمم مشهور عشان تقيس الفساتين اللي فيه، وبيكون فيه تصاميم عجبتها لكن المقاس مش مناسب ليها. وأما بتستقر على فستان بتحب تشتري قميص لكريستيانو على نفس شكل فستانها، ومش بتهتم إنها تشتري كمية كبيرة من اللبس، هي بتختار أجمل فستان في المحل كله وده بيرضيها جدا. وبتتفاجئ اما تيجي تحاسب إن صاحب المحل مقدم لها اللبس مجانا على حساب المحل، وده بيكون تصرف بيعجبها جدا وليه أثر جميل. وبيجي دور رامون وكيل أعمالها عشان يجهز لها جلسات التصوير للترويج للعلامات التجارية اللي سبق واتفق معاها، وده لأنها تعتبر رائدة في عالم الموضة، لأنها بمجرد ما بتسوق لأي حاجة في الموضة بتخلص كميتها من السوق فورا لأن الأغلبية بيثقوا في رأيها وذوقها. وده بيحصل مع الشنط والفساتين والأحذية العادية والرياضية والمجوهرات وكل حاجة هي بتروج ليها. وبالرغم من كمية الفساتين اللي بتحب تشتريها إلا أنها بتتعامل مع مصمم معين قابلته لأول مرة في مهرجان كان السينمائي، وهو اللي اختار لها الفستان اللي لبسته ساعتها وبيساعدها في اختيار الفساتين المناسبة للمهرجانات اللي بتحضرها. وبعد ما بتخلص جورجينا رحلتها بترجع من تاني لبيتها، وبتبدأ هي وكريستيانو أجازتهم الصيفية. وبيكون كريستيانو محتاج الاسترخاء في أجازته بعد موسم مليان مجهود كبير، وبيهتم بأولاده بزيادة لأن فريقه بيجبره على البعد عن أطفاله مدة طويلة وبيتحرم منهم غصب عنه، وخصوصا في وقت التدريب الخاص بالمنتخب اللي بيجبره بالاهتمام بتدريباته جدا، ومش بيكون عنده الوقت الكافي للاهتمام بأطفاله. وبيجي وقت مباراة كريستيانو اللي ضد بلجيكا على الدور الربع النهائي في بطولة أوروبا، وبيبقى الماتش في مدينة جورجينا بتحبها بسبب الذكريات اللي عاشتها فيها أول مرة، وهي تقديم حفل جوائز MTV، وكانت هي المقدمة للعرض وكريستيانو هو اللي قاعد بين الحضور وبيتفرج عليها. وبعدها أخذها مطعم مميز عشان يعزمها فيه. وبتكون جورجينا بتحب الغنى والتمثيل والأزياء، ومعروفة بين أصحابها إنها شخصية متنوعة ليها مواهب وهوايات كتير، وبتروح هي وكل أصحابها للمطعم عشان ياكلوا فيه وبعدها يتحركوا على الماتش. وبتتكلم جورجينا إن عندها قوة جذب للكرة ناحيتها وبتحصل لها حوادث، وبتلاقي الكرة خبطت فيها زي ما مرة كانت في مباراة تنس والكرة كانت هتيجي فيها، وحاول كريستيانو إنه يمسكها بإيده لكنها ارتدت برضه وجت في راسها، ومن ساعتها ومتأكدة إنها بتجذب الكرة عشان تتخبط فيها. وبعد ما بتوصل للمطعم بيقولها صديقها إنه متفق مع فرقة غنائية تيجي عشانهم مخصوص، فبتتريق عليه لأنه في مرة كان عزم نفس الفرقة قبل كده في حفلة لكريستيانو واتفق معاهم إنه يجوا له مخصوص. وفي يوم الحفلة فضل يكلمهم بسبب إنهم اتأخروا على الميعاد، واكتشف إنهم غلطوا في الميعاد وكانوا فاكرينه الأسبوع الجاي، والحفلة باظت بسببه وكل الحضور فضلوا يتريقوا عليه. وكان كريستيانو الوحيد اللي ما شاركهمش التريقة لكنه كان بيشجع عليها بس. وأثناء كلامهم بتيجي الفرقة اللي هو متفق معاهم أخيرا وبيعملوا حفلة بسيطة وكلهم بيقوموا يغنوا ويرقصوا، وبعد ما بيخلصوا بيروحوا على الماتش وبتبقى الأجواء مشحونة لأنه الفريق يا إما يكسب ويتأهل أو يخسر ويخرج. وبتكون جورجينا متفائلة جدا بفوز البرتغال وإن كريستيانو هو اللي هيسجل هدفين. وبيبدأ الماتش وبيكون جونيور متوتر جدا وعايز البرتغال تكسب بأي طريقة، وبيعيط أول ما الماتش بيخلص وبتكسب بلجيكا لأنه كان عايز والده يكسب. وبيقول كريستيانو إنه دايما بيسعى لتحقيق الفوز وبيبذل أقصى ما عنده من مجهود ومهارة، لكن مش دايما اللي بيتمناه بيحصل. وأما عرف إن ابنه عيط بسبب الخسارة اتضايق جدا، كان بيتمنى لو يفرحه وبيقول إنه فخور بيه جدا. وبالرغم من خسارة كريستيانو إلا إنه بيكون هداف البطولة لعام 2021. وبيجي وقت تقضية جورجينا وكريستيانو لأجازة الصيف مع
ولادهم في اسبانيا، وبيحاول كريستيانو انه يعوض ولاده كل الوقت اللي بيكون بعيد عنهم فيه، وانه يسترخي ويرتاح من المجهود اللي كان عليه طول الموسم. وبتختار جورجينا الفيلا تكون في مكان واسع في جنينه كبيره عشان اطفالها يقدروا يلعبوا براحتهم، ويكون في حمام سباحه مش قريب قوي من البيت عشان الدوشه، غير ان البيت مش سهل اي حد يدخله عشان يمنعوا مصورين الممثلين من تصويرهم واعتراف خصوصيتهم. ومن الالعاب الاساسيه اللي لازم تبقى موجوده هي كره القدم، اللي دايما في حد بيلعب بيها، ومع مرور الوقت بينضم لهم اصحابهم في الاجازه بتاعتهم عشان يستمتعوا كلهم بوقتهم. وبعد ما بيخلصوا رحلتهم واجازتهم بيروحوا على باريس مهرجان كان السينمائي اللي جورجينا بتستناه جدا، وبيكون هو الحاجه الوحيده اللي تستاهل انها تقطع اجازتها عشانه. وبتتجاز للمهرجان ومعها صديقتها اللي بتساعدها في اختيار اللبس المناسب، وبتبقى مهتمه انها تاكل اكل صحي عشان تحافظ على جسمها، وبتحكي انها بتواجه صعوبات عشان تأدي دور الام واللي مهتمه ببيتها واولادها، وبين انها شخصيه مشهوره لازم تظهر في الحفلات على اكمل وجه. وبيكون رامون مدير اعمالها موجود معاها في كل خطوه، وبيصر على فستان معين لانه بيكون الاجمل والافضل، لكن جورجينا بتفضل محتاره، ورامون بيصر على الفستان وبعدها بيقول لها انه مش عايز يضغط عليها والاختيار الاخير ليها، وانه بينصحها بالافضل بس مش اكتر، وبيسيبها عشان تكمل تحضير وتسترخي شويه قبل الحفله. وبيعدي الوقت وبيكون فاضل 20 دقيقه على وصول العربيه اللي هتنقلها للمهرجان، وهي لسه ما قررتش هتلبس انهي فستان، وبتقرر اخيرا الفستان المناسب ليها، وبعدها بتختار المجوهرات بتاعتها تتحرك على المهرجان، وبتستمتع جدا باللي بتشوفه واجواء تصويرها لانها بتحس انها نجمت في المال الخاص وكل الاهتمام منصب عليها هي بس. وبتنتشر اخبار جورجينا في كل مجلات الموضه على مدى اناقتها وتوفيقها في اختيار فستانها. وبعد المهرجان بتروح جورجينا دعوه عشاء لعلامه تجاريه مشهوره جدا، وابتدى كل عملائها المميزين للحضور ومن ضمنهم جورجينا. وبعد الانتهاء بتكون مبسوطه جدا بالاجواء اللي عاشتها، وبعدها بترجع من تاني لاولادها وحبيبها، وبيسافروا سوا على البرتغال بلد كريستيانو، وبتعتبرها بلد مريحه جدا ليها. وكريستيانو نفسه بيرتاح في مدينته بسبب احترام سكانها لخصوصيته، واخرهم انهم يسلموا عليه من بعيد وبس بدون اي تدخل في خصوصيته، وبيقولوا انه بيستنى وقت الاجازه، لكن لما بيرجع منه بتبقى التدريبات مضاعفه عليه، وبتنتهي الاجازه الصيفيه بتاعته وبيرجع من تاني لتدريباته. وبتبقى جورجينا مجهزه حفله في بيتها عشان حمل اختها ايفي، وناويه تفاجئها بنوع المولود لان اختها عملت تحليل لتحديد نوع الجنين، واختارت ان نوع الجنين يتبلغ لاختها جورجينا عشان يبقى الخبر من شخص مميز. وبكده جورجينا عملت لها حفله عشان تقول لها، وبتبقى ايفي مخمنه انها حامل في بنت، وجوزها مخمن انها حامل في ولد، وبتقول لها جورجينا انها سبق وخمنت صح قبل كده لان الجنين نوعه بنت، وبتقدم لها سلسله الماس هديه واثقه انها تبقى ام ناجحه في الاهتمام ببنتها لانها شخصيه طيبه وجميله ودايما كانت مهتمه بيها. وبتروح جورجينا واختها ايفي للمدينه اللي اتولدوا فيها، وافتكر كل ذكريات طفولتها وقت نشأتها مع عيلتها، وكل اللي مر بيه كان ليه دور مهم في تشكيل شخصيتها. وبيكون مر على جورجينا 9 سنين ما شافتش مدينتها، وبتحس انها رجعت طفله من تاني، وبتفتكر ذكرياتها من تاني اللي عاشتها في المدينه اما كانت والدتها بتفسحها في المدينه بعد مدرستها زي ما هي بتعمل مع اولادها دلوقتي، وكانت دايما بتنام في العربيه بسبب تعبها من المدرسه. وبيقول كريستيانو ان في تشابه كبير ما بين حياته وحياه جورجينا في طفولتهم، لانه كل واحد واجه صعوبات كتير وقدروا انهم يتخطوها لحد ما وصلوا للمرحله اللي هم فيها دلوقتي، وان قصه حياتها وعيلتها متشابهه لقصته، وده سبب انه استمتع بالتعرف عليها في البدايه وتعرف على شخصيتها كامرأة معتمد على نفسها وبدات من الصفر زي ما هو اعتمد على نفسه ونجح النجاح الحالي. وبتكون جورجينا ما زالت بتفتكر ذكرياتها الجميله زي الترنيمه اللي كانت بتغنيها في مدرستها، وبعدها دروس الباليه اللي كانت بتحضرها. وبالرغم من مرور 9 سنين على مغادرتها المدينه الا انها حاسه انها لسه سايباه امبارح بسبب انها مش ناسيه ذكرياتها. وبيكون في بيوت صغيره قدامها كان حلمها انها تشتري بيت منهم، وما كانتش فاكره انها توصل للي هي فيه دلوقتي. وبيتمشوا في الشارع وبيفتكروا المحلات اللي كانت فاتحه وقفلت او اتغير نشاطها، كل الموجودين بيكونوا عايزين يسلموا ويتصوروا معاها، وده عكس اللي كانت متوقعه لانها ما كانتش هتسبب كل الضجه دي. وبيكون في ناس كتير هي اتعرفت عليهم وزمايلها في المدرسه والفصل، وبتدخل تشتري بطاقه يا نصيب زي ما كانت بتعمل على امل انها تكسب مره، وبعدها بتروح محل حلويات كانت متعوده تشتري منه كميه قليله حسب الفلوس اللي معاها، ودلوقتي قادره انها تشتري المحل كله لو عايزه، وده اكبر دليل ان الاحوال ممكن تتغير مع الوقت. وبعدها بتروح هي واختها المطعم كانوا بيعدوا عليه خلال الطريق للمدرسه، كانوا بيتمنوا يدخلوا في يوم من الايام اما يبقى معاهم فلوس، وبتتمنى لو كانت تقدر تعزم والدها على الاكل في المطعم ده، وبتعيط لانه وحشها جدا، وبتتكلم عن يوم وفاه والدها اللي اتغيرت في حياتها كلها بسبب فراقه. وكانت ساعتها بتوقع اول عقد عمل ليها، وكان عقد عمل في الازياء، وكانت متعرفه على كريستيانو لكن في بدايه علاقتهم ده غير انها كانت بتجهز لحفله عيد ميلادها، وده كان اغرب واسوأ عيد ميلاد عدى عليها. وبالرغم من وفاته لانها دايما بتحس انه جنبها وبيشجعها وبتحس بوجوده وقت ما بتحتاجه، وبتحكي عن مدرستها واللي ما كانتش بتحبها لانها بتصحى بدري وبتخاف من الراهبات اللي هم مدرسينها، وبتحس بوحده في مدرستها، ووالدتها سجلت لها في دروس الباليه لانها افتكرتها بتعاني من التوحد بسبب حبها للقعده لوحدها بعيد عن صحابها، وما كانتش بتحب الاختلاط بيهم لاي سبب. وتروح على مدرسه الباليه كانت فيها من صغرها، وبتقابل المدربه بتاعتها اللي بتفتكرها بمجرد ما بتشوفها، وبتشكر
بيشكر جورجينا جدا فيها لأنها كانت بتحبها وعلمتها الانضباط والرقص وخلتها تحس إن مدرسة الباليه هو بيتها التاني. ومن كتر حبها فيه كانت بتقعد في المدرسة حتى بعد انتهاء حصصها، وبتجيلها زميلتها اللي اسمها سارة عشان تقابلها في المدرسة واللي كانت متدربة معاها زمان في طفولتها. لكن سارة امتهنت الرقص وبقى كل حياتها شاركت في مسابقات كتير وعروض أكتر. وبتأكد سارة إن جورجينا لو كانت استمرت في الرقص كانت هتحترف بسبب حبها وشغفها للباليه، لكنها وقفت عن التدريب بسبب ظروف خارجة عن إرادتها. ساعتها كانت المصاريف الخاصة بالمدرسة عالية عليها، وكل ما كانت بتكبر كل ما مصاريف الباليه بتزيد أكتر، علشان كده اضطرت إنها تسيب التدريب. وبتقول سارة إن الرقص لسه جوه جورجينا بسبب عشقها ليه، وإنها مستحيل تنساه لأنه كون أحلى الذكريات عندها. وبعد ما بتخلص جورجينا مدرسة الباليه تروح على أول فندق اشتغلت فيه في المدينة على بعد ساعتين من والدتها وأختها، وكانت مدينة صغيرة فيها فندق واحد. ودايما بتخلص شغلها بالليل متأخر وبتتراب اما بتروح لوحدها في عز الليل، وبتفضل تتصل بأختها ووالدتها عشان تحكي لهم عن تفاصيل يومها. وفي يوم أثناء شغلها في الفندق كان في عميلة أعجبت باجتهادها في الشغل وعرضت عليها إنها تيجي تشتغل معاها في مدريد، وساعتها وافقت جورجينا فورا لأن حلمها كان السفر لمدريد وعمرها ما حبت إنها تأجل أي شغل وراها، وكانت لازم تنجزه كويس جدا من أول مرة لأن بكده بتسهل عليها الشغل بعدين. وبتمشي جورجينا في الشارع اللي كانت بتمشي فيه لوحدها زمان وبتفتكر أيام تعبها، وبتلاقي كل الناس بتراقبها، وبتدخل لمحل اللحمة اللي اتعودت تشتري منه زمان كميات بسيطة على قدها هي بس، وبتشتري كل اللي نفسها فيه من المحل ليها ولولادها. وبتبدأ إنها تتصور مع الموجودين وتوقع لهم زي ما بيحبوا. وبتقول إنها مش دايما بتقف تتصور مع المعجبين لأن كتير بتشوف نفسها مش حلوة للتصوير وغير راضية عن شكلها ومظهرها، وفي الطبيعي مش بتحس إنها شخصية مشهورة، لكن لما بتخرج كل الناس بيحسوها بكده. وبتكون جورجينا شخصية متدينة بتداوم على زيارة الكنيسة وبتزور كنيسة المدينة اللي كانت بتروح لها دايما عشان تحس بالراحة النفسية فيها. وأما سافرت مدريد لأول مرة كانت بتدور على شقة بسيطة إيجارها رخيص، وأما لقيت الشقة وأجرتها اكتشفت إنها كانت مخزن في الأول وتعذبت من شدة برودتها في الشتاء وحرارتها في الصيف، وكانت بتركب مواصلات ساعتين عشان تروح شغلها اللي بعيد عن بيتها. كان عندها أسبوع في ضغط شغل كتير وما كانش في وقت للنوم، لدرجة إنها خبطت على جارتها وطلبت منها تعمل لها أكل لأنها مش قادرة تقف تعمل لنفسها، وجارتها كانت أقرب واحدة ليها بسبب مساعدتها دايما ليها ودايما بتصلي ليها وبتدعي لها. وبعد ما بتخلص جورجينا رحلتها لمدينة طفولتها بترجع تاني لبيت العيلة ومعاها هدايا كتير لأطفال بتهتم بيهم عايشين في شقة وبيكونوا تحت رعاية الدولة بسبب تفكك عائلاتهم، وهي بتحب زيارتهم من وقت للتاني عشان تحسسهم بالأمان والفرحة. وبتجهز جورجينا هدايا خاصة بيهم وهي بتغلفها بنفسها قبل ما تروح لهم، وبتتحرك على مكانهم وبيكون الترحيب بيها كبير من كل الأطفال والموجودين في الشقة بسبب حبهم الشديد ليها هي وكريستيانو. وبتوزع عليهم الهدايا بتاعتها وبيكونوا كاتبين لها جوابات شكر، وبتتأثر بجمال كلماتهم وإنهم بيحبوها جدا. وبتقول جورجينا إنها دايما بتتأثر لما بتقابلهم وبتشوف حبهم ليها لأنهم يستحقوا الحب والاهتمام ومش ذنبهم إن عائلاتهم مفككة ولازم يبقى في حد واقف جنبهم. وكل واحد فيهم بيقوم يقرا البطاقة اللي هو كاتبها لجورجينا. ومفاجأتها التانية بأنها بتكلم كريستيانو خلال مكالمة فيديو عشان يسلم على الأطفال بنفسه، وده لأن تدريباته منعته إنه يجي معاها. وبعد ما بتنتهي زيارتها بتأكد إنها تفضل تقابلهم وتجيلهم كتير، وإنها بتسعى لمساعدة جمعيات أكتر عشان تخلي العالم مكان أحسن، وتصرفات الإنسان هي اللي بتكون شكله قدام الناس. وبترجع جورجينا من تاني على بيتها في إيطاليا وبتجهز نفسها عشان لو هتتنقل من تاني لبيت جديد حسب عقد كريستيانو الجديد، وبتبقى مستعدة للتعرف على ناس جديدة وأماكن في مدن جديدة أو الاستمرار في نفس بيتها وحياتها كما كانت. ولأن عيد ميلاد جونيور بيكون قرب بتنزل جورجينا بنفسها عشان تدور على هدية مناسبة ليه، ودايما بتكون اللبس لأنها أكتر حاجة بيستخدمها وبيحبها. وكالعادة بتتنقل من لبس الشباب لللبس الخاص بيها عشان تتفرج على أحدث التصميمات اللي نزلت، وبتختار محلات معينة يبقى المرتجع فيه سهل لأنها مش بتحب تقيس الملابس في المحل، وبتشتري هدوم وبعدها بتقيسها في البيت واللي مش مناسب ترجعه بسهولة. وبتختار خواتم بلاستيك مخصوص عشان لو بناتها لعبوا بيهم ما تتضايقش لو وقعوا أو ضاعوا أو اتكسروا. وبتكون جاي المحل عشان تشتري هدية لجونيور وبتمشي من المحل بعد ما اشترت نصه ليها. وبتاخد جورجينا أولادها وبتروح للبيت اللي هتخبز فيه تورتة ابنها بنفسها ومعاها مساعدة في الطهي، وبيبقى لكل طفل طبق خاص بيه عشان يجرب يخبز فيه من باب المشاركة، والمقادير بتكون جاهزة قدامهم بالكميات المناسبة للكيكة. وبعدها بيحطوا العجين في القوالب الخاص بيها وبيكونوا هم اللي عملوا الكيكة بإيديهم. وما بيجي عيد ميلاد جونيور بيتم حجز منتزه ترفيه بالكامل عشان هو وجورجينا واصحابها، ودي حاجة جورجينا هي الوحيدة اللي قادرة على تحقيقها. وبيكون كريستيانو نفسه يحضر معاهم لكن تدريباته بتمنعه من مشاركتهم، وكلهم بيستمتعوا بوقتهم في المنتزه على شرف جونيور. وبيبقى فيه ألعاب جورجينا مش بتقدر انها تلعبها وبتخاف تجربها وبتروح لألعاب الأطفال عشان تركب معاهم، وبيبقى الكل مستمتع بوقته جدا ومبسوطين. وبيجي وقت تورتة جونيور اللي هيتم ال11 سنة وبتبقى التورتة على شكل ملعب وكرة قدم. وبتقول جورجينا ان الكيكة دي كلهم ساعدوا في صناعتها وبيفرح جدا باحتفالهم بيه، وبتبقى جورجينا فرحانة معاه وبيبدأ تقديم الهدايا ليه، وفي اللي بيجيب له كوتشي وتيشيرت وغيرها من هدايا كتير جدا. وبيشكر كريستيانو في جورجينا حبيبته جدا لانها واقفة جنبه وبتساعده في حاجات كتير ومنها إدارة عيادة العناية
العناية بالشعر الخاصة بيه، وبتبقى أفكارها جديدة ومميزة وبتشجعه على التوسع أكتر وأكتر. وأما بترجع من تاني لبيتها بتعمل عيد ميلاد لصديقها إيفان بمناسبة إتمامهم 30 سنة، وبتشكره على صداقته ومساندته ليها دايما، وبتديله جورجينا خاتم من الألماس الخالص في هدية عيد ميلاده. وبيبقى إيفان مش مصدق نفسه وبيشكرها جدا على هديتها اللي غير متوقعة ومستحيل حد يتوقعها أصلا. وبتروح جورجينا على مهرجان خاص بالأعمال الخيرية، وبتلبس الفستان اللي كانت هتلبسه في مهرجان كان وغيرته على آخر لحظة، وبتبقى مش مصدقة إنه تم دعوتها لأكبر حفلة خاصة بالأعمال الخيرية. وبيكون المهرجان حضره مجموعة من الفنانين العالميين، وبيتم تكريم جورجينا على أعمالها الخيرية المعروفة. وبتبقى متوترة جدا لما بتطلع على المسرح وبتستلم جايزتها، وبتفتكر والدتها ووالدها وأطفالها وحبيبها اللي ساعدوا في تشكيل شخصيتها اللي بتتكرم بسببها دلوقتي. وبتأكد إن أهم حاجة هي إنها ما نسيتش بدايتها ونشأتها، وإن خبرات الحياة اللي بتشكل شخصيتها اللي الكل حبها، وإنها مبسوطة بالمرحلة الجميلة اللي وصلت لها دلوقتي وبتتطلع للأفضل دايما. وحاليا وبعد كل اللي قالته دلوقتي، ناس عرفت من هي جورجينا حبيبة كريستيانو